الكرام، أصدقاء صديقات مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي العمالي في الرباط، مرحبا بكم. ونشكركم على الحضور ديالكم والمشاركة ديالكم في هذا النشاط اللي هو كيجي في السياق ديال العودة ديال التفعيل ديال الإبادة الجماعية اللي كيشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة، استمرار العبادة ديال الكيان الصهيوني في المنطقة سواء بالاعتداء على الشعوب ديال المنطقة، انتهاك ديال السيادة والقصف المستمر مختلف البلدان اللي كتشوفوا السياق الحالي ديال المخطط ديال التصفية ديال القضية الفلسطينية والتهجير، وحتى المخططات يعني ديال الكيان الصهيوني المدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية. السياق اللي كتشوفوه كتكسر فيه مختلف المفاهيم اللي تأسس عليها النظام العالمي، وكتنكشف فيه الحقيقة ديال النظام العالمي اللي انهينا فيه الولايات المتحدة الأمريكية، واللي توفر الدعم السياسي والعسكري والإعلامي والدبلوماسي للكيان الصهيوني باش تستمر في الارتكاب ديال الجرائم ديالو، ضرب عرض الحائط القانون الدولي ومختلف المكتسبات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومختلف هذه المفاهيم هذه. هذا السياق هذا كاين نضال شعبي وتضامن شعبي بين استمرار ديال المقاومة الفلسطينية على المستوى الأممي، واللي الشعب المغربي في الصفوف الأولى ديالو كتشوفوا المظاهرات مستمرة في مختلف أنحاء ديال البلاد ديالنا بما فيها الرباط. هذا السياق الشبيبة ديال النهج الديمقراطي العمالي في الرباط كتنظم هاد العرضين اللي كنشكروا الرفيقه خديجه الرياضي والرفيق الحسين العنيت على الحضور ديالهم والموافقه ديالهم على التصدير ديال هاد العرضين اللي هما مناسبه باش نتبادلوا وجهات النظر ونعمقوا النقاش حول ما الذي يحدث ولماذا يحدث وشنو كيخصو يدار. في السياق معنا الرفيقه خديجه الرياضي اللي هي منسقه ديال المغربيات ضد التطبيع ومناضله حقوقيه وسياسيه وغنيه عن التعريف في المشهد الحقوقي المغربي والعربي والأممي. وكذلك معنا الرفيق الحسين العنايت اللي هو أستاذ ورفيق ومناضل نقابي وسياسي وحقوقي إلى آخره ومناضل ديال الرباط أيضا. كنشكركم بجوج على الحضور ديالكم والمساهمة ديالكم في هذا النقاش. بعد الإذن ديال الرفيقة خديجة غادي نعطيو المداخلة الأولى للرفيق الحسين اللي غادي يتكلم لنا فيها على الجذور ديال القضية الفلسطينية والمتطلبات ديال الدعم والمساندة. فليتفضل الرفيق مشكورا في حدود 30 دقيقة. شكرا الرفيق إبراهيم. تحية للرفيقات والرفاق، تحية للشباب شبان وشابات. سعيد جدا باش نكون معكم في هذا اللقاء. ربما غتفهموا منه بأنه هذا اللقاء غيكون استمرار شيئا ما اللقاء السابق. عليها العنوان هو الجذور ديال القضية الفلسطينية. خصنا نعرفوا بأنه الشعب الفلسطيني دابا 190 عام وهو تيناضل من أجل الاستقلال ديالو الوطني. 190 عام، حيث مر بمرحلة ديال الاحتلال العثماني حتى 1920. من بعد جاء الانتداب، ما يسمى انتداب البريطاني حتى 1948. والهدف من ذاك الانتداب البريطاني بالنسبة لفلسطين بالخصوص هو تنفيذ ما سمي وعد بلفور، اللي وعد به وزير الخارجية البريطاني البنكي روتشيلد بأنه غيديروا واحد البؤرة استيطانية في فلسطين. ومن بعد تأسيس ديال الكيان الغاصب تنشوفوا الوضع ديال التهجير والترحيل والإبادة ديال الشعب الفلسطيني في المرحلة الثالثة ديال المحنة ديالو. إذن هذه المحنة الثالثة يعني صعبة جدا،
بالنسبة للشعب الفلسطيني، لأن أمثال ديال هذه الحالة نادرة في تاريخ البشرية. ولكن رغم ذلك الشعب الفلسطيني يحاول باش يبدع في الكفاح ديالو المسلح، حيث التحرر الوطني من أجل الاستقلال من التواجد الأجنبي ما يمكن له يتحقق إلا بالكفاح المسلح. وجميع الشعوب اللي بغات تحرر من الأجنبي قامت بالكفاح المسلح ونجحات كيف ما كانت الإيديولوجية ديالها. الصين ضد الاحتلال الياباني الأمريكي، فيتنام ضد الفرنسي من بعد الأمريكي، زائد الدول ديال شرق آسيا كاملين. الشعوب ديال إفريقيا ضد الأبارتايد وضد الاستعمار البرتغالي ولا الفرنسي ولا الإنجليزي، كفاح المسلح. الشعوب المغاربية كفاح المسلح، الشعوب العربية الكفاح المسلح، إلى أن وصلت هذه الشعوب من بعد الحرب العالمية الثانية أن سجلت في ميثاق الأمم المتحدة شرعية الكفاح المسلح للنضال ضد المستعمر وضد الاحتلال الأجنبي. إذن كما قلنا النضال من أجل الاستقلال تيجمع. علاش تينجح النضال المسلح ضد الاستعمار؟ حيث تيجمع الشعب كامل بجميع طبقاته باستثناء الخونة المتعاملين مع المعمر عليها. إذن هذه الحركات كلها ناجحة اللي هي مسلحة ضد المستعمر، نظرا بأنه جمعت الشعب كامل. وغير هنا واحد القوس، بالنسبة لي أنا أي حركة مسلحة اللي تتبغي تغير شي نظام اللي فيه طبقات إلى آخره تتدي الفتنة وتتدي التهلكة وتتدي المصائب داخل الدول. انتم شفتوا كانت في أمريكا اللاتينية ولا في أي بلاصة في العالم أي حركة مسلحة اللي تبغي تغير النظام ما تتنجحش. ولكن أي حركة مسلحة كما كانت الإيديولوجية ديالها ضد المستعمر وضد الأجنبي تتنجح. هذا نقاش آخر. إذا قلت منذ 1934، حيث 1934 كان الإمبراطورية العثمانية بغات تفرض على الشعب الفلسطيني باش ولادو يمشيو للعسكر ديال العثمانيين، والفلاحين رفضوا. وكانت في انتفاضة مسلحة دامت لمدة 4 شهور، والعثمانيين كلهم ما بقاو غير في المدن الساحلية لمدة 4 شهور. الشعب الفلسطيني استطاع باش يجري على العثمانيين كامل داخل البلاد. ولكن بالفعل هذاك محمد علي باشا جاب الجنود من مصر وقمع ديك الانتفاضة. إذا غير باش نقول بأنه راه الشعب الفلسطيني هذه 190 سنة هو طيناد من أجل التحرر ديالو الوطني. من بعد في عهد الإنجليز جات المسألة ديال الكيان الغاصب. الكيان الغاصب راه ماشي استعمار، حيت الاستعمار اش تيدير؟ تيجي الاستعمار تياخد الأراضي، تياخد المعادن، تياخد المواني إلى آخره، تيجري على الناس، ولكن ما تيخرجهمش خارج الحدود ديال البلاد. إلا عندهم شي دواور تيبقاو فيها. علاش؟ حيت محتاج لهم باش يخدمهم في الفلاحة ولا في الصناعة إلى آخره. إلا هجرهم من المدينة تيسكنوا في مدن الصفيح باش يكونوا حدا لوزينات. اللي هو الكيان الصهيوني ماشي احتلال، هو إحلال. احتلال اوكيباسيون، إحلال غومبلاسمون. يعني
يعني خص استبدال شعب بشعب. وشنو هي الأرضية اللي تتمكن باش استبدال شعب بشعب؟ هي تحت الأرض وانت تخدم الأرض باش تملك الثقافة. حيت أول ثقافة كانت عند الإنسانية في عهد الفلاحي، ملي كانوا الناس غير تيصيدوا إلى آخره الحوت ولا شي حاجة، ما عندهمش ثقافة. حيت ولكن ملي جا أول واحد قال هاد البليدة دور لها الكراكرة الحجر قال ديالي، تما بدات الثقافة، ذاك النهار بدات. وبالفعل بما أن الإنسان كما تيقول ابن خلدون بطبيعته اجتماعي، اللي دار واحد تيديروه الاخرين. اذا هنا تتكون ترابط بين الناس، تيدبزوا بيناتهم، تينتجوا الثقافه ديال الصلح، تيديروا الى اخره، وهي غادا تنتج الثقافه. اذا الكيان الصهيوني خص ينتج ثقافه. باش ينتج ثقافه ما يجيوش غير المعمرين من اوروبا وياخذوا الارض ويخدموا عندهم الفلسطينيين، لا، حيت ما غيبقاش مرتبط بالارض، غيرتبط غير بالربح الناتج عن الارض. هو لا خصهم يرتبط بالارض. اذا اول بند دارته المنظمه الصهيونيه هو خص البؤر الاستيطانيه تكون مرتبطه بالفلاحه، حيت الفلاحه تنتج ديك الثقافه القديمه المرتبطه بالدين بالتقاليد الى اخره الى اخره. اذا خص يحيا هذا الشيء في هذا الكيان. اذا الشيطان الفلسطينيين ماشي تيبقاو في الدواور ديالهم يجيو يخدموا عندهم، لا، هما الخدامه ديالهم عندهم، هما اللي غيخدموا الارض. خاص تخرج برا، ما كان التهجير الى اخره. مع غزه كانت تحت يعني الولايه ديال مصر، 75% ديال غزه دابا هما مهجرين من الاراضي الداخل ديال فلسطين. اذا تيلقاو المأوى تمايا، ولا تيمشيو للاردن ولا تيمشيو للبنان، ولا اللي هاجر للدول اخرى استراليا امريكا الى اخره. المهم، اذا هذا الكيان الصهيوني يعني هذا هو الاحلال، يعني ماشي غير احتلال. حنا ملي استعمرنا فرنسا احتلال، الدوار بقاو راه تيمشيو يخدموا عند النصارى، اللي ما لقاش الخدمه في الدوار راه تيمشي للدار البيضاء تيسكن في الكريان الى اخره. دابا شنو كاين؟ قلت لكم بانه الدوله العثمانيه، الامبراطوريه العثمانيه، يعني خصها دائما العسكر. علاش؟ حيت هي ديك الامبراطوريه خصها دائما تكون في التوسع. علاش خصها تكون في التوسع دائما؟ حيت مرتكزه على واحد النمط ديال الريع، ماشي نمط الانتاج الصناعي ولا شي حاجه، الريع. والريع منين تيجي من الضرائب المجنيه من هادوك الفلاحين اللي كاينين. والفلاحه ديك الساعات عامه هي فلاحه معاشيه، اذا داك الضرائب اللي تجي تتكون قليله، ما يمكن يلا تتخلص داك العسكر. اذا خصهم دائما يمشيو في اتجاه اراضي واسعه وشاسعه، وفي مقابلهم كاينه الامبراطوريه الروسيه. اذا الروس تيبغيو يوسعوا النفوذ ديالهم، العثمانيين تيبقاو يوسعوا النفوذ ديالهم، دابزوا لمده 200 سنه، قرنين. وفي اي معركه تتراكم الديون. هنا تيدخل روتشيلد هو اول بنك استثماري على المستوى الاوروبي سيطر على القرن 19 كامل. روتشيلد كان في المانيا، كان بنكي، عنده 5 الولاد، وزعهم على الطليان، فيينا، المانيا، فرنسا ولندن. ولاو تيديروا البنك ديال بنك دافير، تيعطيو القروض للدول، وتيبيعوا الاسهم ديال
القروض الائتمانيه ديال الدول، لي فون دوبليغاسيون، وتيساهموا في بناء سميتو الشمان دو فيغ والسكك الحديد واستغلال الموانئ، يعني البرامج الكبيره. اذا ولات عندهم واحد السيطره مهمه، وهما المؤسسين ديال البورصه ديال فيينا، وعندهم نفوذ كبير. اذا مع الدوله العثمانيه يعني ولات مستنزفه، حيث روسيا في 1861 دخلت واحد التغيير عندها، لغات نظام القنانه سكون ابل لو سيرفاج، يعني حصل عندها واحد التحول صناعي بدا من البنوك الفرنسيه والانجليزيه. عليها روسيا دخلت في الحرب العالميه الاولى. اما سميتو عمرها ما سميتو روسيا عمرها ما دخلت في شي تحالف مع الانجليز وفرنسا، اللي هو العثمانيين دخلوا مع الانجليز وفرنسا ضد روسيا، حيث الاخرين حيث تيبغيو يجيو للبلقان، والبلقان تيجيو على البحر الابيض المتوسط، والانجليز وفرنسا ما خصهمش روسيا تجي للبحر الابيض المتوسط. ولكن هذا الشيء كله دابا راه الاسس ديالو الاقتصاديه، ولكن السرديه شنو هي؟ السرديه لو ناغاتيف. الدوله العثمانيه تدافع عن الاسلام الى اخره. بالنسبه للروس لو ناغاتيف تيدافعوا على المسيحيه الارثوذكس اللي موجودين في العالم الاسلامي، بغاو يحميوهم، وتيدافعوا على العرق السربي الى اخره. هذا هو لو ناغاتيف. ولكن الاسس الاقتصاديه هي اللي قلت لكم دابا، هما دول ريعيه معتمدين على جنب الضرائب من الفلاحه، والفلاحه ضعيفه، خصهم دائما يتوسعوا في الاراضي. اذا الحرب بيناتهم دامت قرنين. اذا تنرجعوا دابا لروتشيلد. من 1836 حتى 1879 والديون تتراكم على الامبراطوريه العثمانيه، واللي الوسيط حيت البنك الكبير ديك الساعات في القرن 19 هو روتشيلد، هو الوسيط في هذا الشيء، هو اللي تيصدر السندات ديال الخزينه التركيه. 1878 وصلوا للإفلاس. دابا غنعطيكم غنرجع شويه باش تفهموا فين بغيت نوصل، حيت راه يمكن باقي لو فيل اللي يمكن ضيعتو لكم حيت تندخل بزاف. دابا غنرجعوا. الجزائر ملي استعمرت في 1830 جاو فرانسيس قطعوا البحر الابيض المتوسط، هزموا الاتراك حيت كانوا تما، استعمروا الجزائر. 1848 قالوا الجزائر ديالنا، وتيقولوا الفرنساويين عندنا جوج بحورات، تيقولوا نهر السخين تيدوز في وسط باريس، والبحر الابيض المتوسط تيدوز في وسط فرنسا، حيت الجزائر ديالهم. مزيان. بالنسبه للمغرب الاستعمار ديالو ولا تيسموه الحمايه مختلفه جذريا، حيث معاهده الجزيره الخضراء 1906 اللي تتمهد للحمايه على المغرب. علاش اجتمعوا بانه السلطان هلك البلاد بالدين وما تيمكنش يرجع حتى الفوائد. اذا وصل المساله للافلاس، اذا خص تكون عليه واحد الحمايه ماليه
مالية. 1907 أسسوا لا بنك دو ليتا ماروكان اللي غتولي من بعد بنك المغرب. 1907 وشكون اللي عنده فيها الفلوس كثر؟ هو بنك باريس والأراضي المنخفضة اللي روتشيلد عنده فيها أموال كثيرة، وفرنسا هي اللي عندها لو بليس داكسيون في هذيك البنك. الحماية، عقد الحماية جات 1912 بين الدولة الفرنسية والسلطان، ولكن الحماية المالية الناس تيجنيو الضرائب لراسهم، واقفين لك في الحدود مع الجزائر تيجنيو الضرائب الجمركية، الميناء ديال طنجة، الدار البيضاء إلى آخره. خدام داكشي، خداو البلاد، الأبناك خداو البلاد. إذا هنا كاين واحد التحول جذري، يعني يظهر بأنه ما بقاش استعمار ولا مفهوم الإمبريالية، يعني ولا الرأسمال المالي هو اللي تيتحكم في الاقتصاد العالمي، وهو اللي تيستعمر، عاد الاخرين تيجيو تيكونفيرميو بلا سينياتور. اذا ولا مسيطر. دابا غنقول لكم واحد المقوله قالها ماركس في حينه، قال ماركس بانه الحكومه البريطانيه هي اداه للبرجوازيه والنخب الماليه بما فيها العائلات البنكيه الكبرى مثل روتشيلد. من بعد ويضيف شكرا، باقي لي نص ديال الوقت، شكرا. ويضيف يعتبر ما ديرش التشويش. يعتبر روتشيلد مثالا للتواطؤ فيما بين الرأسمال المالي والحكم السياسي. في ديك الساعات روتشيلد حيت تبنات قناة السويس، بريطانيا موجودة في مصر، ولكن ماشي استعمار، شي حاجة في شي شكل. هما كاع اتفقوا بعضياتهم باش يستعمروا السودان بجوج. المهم تبنات قناة السويس. قناة السويس عرف شنو هي قناة السويس؟ يعني رابط أوروبا بآسيا. إذا راه ماشي. والحكومة الفرنسية المصرية خص تبيع الأسهم ديالها للحكومة البريطانية 4 الملايين ديال الجنيه استرليني. شكون اللي سلفها؟ روتشيلد. وروتشيلد زاد مليون ديالو هو أسهم ديالو في سميتو في قناة السويس. إذا هذه مصالح اقتصادية كبيرة. نرجع دابا الامبراطوريه العثمانيه. الامبراطوريه العثمانيه قلنا افلاس، وصلت الافلاس، داروا لها كيما هذا الشيء ديال لا بونك ديتا دي ماروك اللي عاد هضرت لكم عليها على المغرب، داروا لها بحالها، داروا لها واحد الاداره اللي تتسهر على الماليه ديال الامبراطوريه كامله، تتجني الضرائب وتردوا الديون ديالهم. وفي هذا الوقت كان ديك الساعات السلطان عبد الحميد، وفي الامبراطوريه العثمانيه ما يمكنلكش تبيع الاراضي الاجنبي. اذا بحال دابا غتشري الاراضي في فلسطين ما يمكنلكش بالقانون، ولكن مع الدور يعني المالي اللي كان عند روتشيلد شرى الاراضي من 39 حتى علين 2900 شرى 50,000 هكتار من الأراضي الفلسطينية، شراهم عند الملاكين الكبار، وحط 30 مستوطنة، 30 بؤرة استيطانية، واستثمر $1,000,000,000 بالحساب ديال دابا، الدولار دوجوردي
مليار دولار باش يطور هذيك المستوطنات ويدير فيها يعني الفلاحه العصريه، باش هذوك الناس يبقاو ويوليو تينتجوا الى اخره وتيحسوا براسهم في دارهم الى اخره الى اخره. مزيان، هذا روتشيلد. الحركه الصهيونيه ما غيحقق هذاك هرتزل الا في شي 1894 اللي عقدوا اول مؤتمر ديالهم. ولكن هرتزل اش كان واحد يعني صحفي ضعيف فاشل، والرأي اللي كان ديك الساعات هو اليهود تجمعوا الى اخره في اوروبا مضرورين من طرف روسيا وهذه وبولونيا الى اخره. دار هذاك المؤتمر ديال بال، المؤتمر في سويسرا. من بين النقاط ديالو انتبهوا مزيان هو تأسيس البنك الاستيطاني اليهودي. اتفقوا باش يأسسوا البنك الاستيطاني اليهودي وقالوا تكون فيه المشاركة بالأسهم، والأفق يجمع 8 المليون ديال الجنيه استرليني، وتخلق في 1800 ويمكن 99 ولا شي حاجه، راه عندي هنا ولكن ما تنبغيش نضيع الوقت باش شحال جمع 400,000 جنيه استرليني، يعني جمعوا 5% من القيمه المرتقبه ديال 8 الملايين ديال الجنيه استرليني. اش تعني؟ تعني بانه ديك الساعات العائلات الكبرى اليهوديه المتحكمه في البنوك ما متحمساش باش تشارك في هذاك البنك، ولكن روتشيلد هو سيستثمر الراس، واخا كتب له هذاك هرتزل ما داهاش فيه. تا 1901 ملي دار المؤتمر الخامس ديال الحركه الصهيونيه اللي عاد العائلات الكبرى ديال اليهود اندمجت في هذاك المؤتمر واسسوا لو فون. سي كوا لو فون؟ صندوق الوطني اليهودي. الصندوق الوطني اليهودي لشراء الأراضي ولدعم البؤر الاستيطانية. إذا من تم حتى الحدود 1924 شراو 200,000 هكتار، استولاو على 240,000 هكتار. دابا في الأول الأراضي تياخدو ديال الكبار تيبيعوا لهم، ولكن مع الناس تيجيو حتى يشوفوا الاخرين اللي جاو تمايا كينتجوا حيت الفلاحه عصريه الى اخره، خاص ياخذوا الاراضي ديال الناس العاديين. اذا بداو يكملوا الاجهزه العسكريه. 1908 ظهروا اول مجموعات عسكريه صهيونيه في فلسطين، وكانت اخرهم هي الهاغانا اللي خرج منها الجيش ديال الكيان الغاصب تشهر، وخرج منها الموساد، والموساد مكلف باش يبقى يجيب اليهود من هاد الدول ديالنا ديال الشرق، حيت مع التوسع هادوك الاشكيناز اللي جاو من اوروبا يعني خص اللي يخدم لهم. مع الفلسطينيين ما بغاهمش يخدموهم تيجريو عليهم، خص يجيبوا اليهود ديالهم من السفارات في فلسطين باش يبقاو يخدموا في الكيبوتز
يقويو الاجهزه العسكريه ديال هذا الكيان الصهيوني، ماشي غير واحد الحركه سياسيه ناضت والناس تابعينها وتيجريو لفلسطين، لا، يعني كان تمويل من طرف البنوك الكبرى باش يجيو. دابا غنزيدو نكملو. اذا تكلمنا على قناه السويس، يعني خص المحافظه عليها. من بعد كاينه نقطه اخرى، حنا دابا في اخر القرن، في اخر القرن 18، في اخر القرن 18 19، اخر القرن 19. اذا روسيا كما قلنا بقات فيها الصناعه. من بعد الحرب اللي دارت مع اليابان وفشلت فيها، كانت الثوره الروسيه ديال 1905. من بعد جات الثوره ديال 1917، الثوره البلشفيه. اذا ولات الموارد المعدنيه والنفطيه ديال روسيا خارج السيطره ديال الرأسمال المالي الاوروبي الغربي. خيرات ديال النفط ما بقاتش، ما يمكنش يستافدوا منها. اش بقى لهم؟ بقى لهم ديال غرب اسيا. اذا كان الكشف ديال البترول في ايران في 1908، من بعد العراق شي 1912، هذاك الشيء مكتوب عندي هنا. المهم ما غنعطيكمش الامتحان. من بعد السعوديه، من بعد قطر، من بعد البحرين، من بعد الكويت، من بعد عمان، هادو كلهم تكتشف فيهم البترول. وفي ذاك الوقت راه بان الراس مال البنكي الامريكي، حيت روتشيلد صافي راه دوز القرن ديالو، بانت قوه اخرى هي امريكا. اذا ولات استثمارات ديال راس مال المالي الامريكي والاوروبي كذلك في هاد لامان البتروليير، وما كاينش شي وحده اخرى. روسيا مشات، اذا بقى غير ديال الشرق الاوسط. واش كي غنمشيو هاد الثوره الصناعيه اللي تتعتمد على النفط الى ما بقاش السيطره من طرف الرأسمال المالي الاوروبي من طرف هادو؟ اذا بقات شنو هو الحل؟ المنطقه بعدا قسموها، اسسوا دويلات ما عندهم لا حضاره لا ثقافه لا مقومات باش يكونوا دوله، جزر ما عندهمش مقومات الحياه، ما فيهم بنادم، ما فيهم حتى حاجه. قال لك قطر، قال لك الامارات، قال لك الكويت، قال لك شي وحده اخرى الى اخره، ومسيطرين على الخيرات ديال هذيك الدنيا. ولكن ما دايرينش فيهم الثقه، حيت تيقولوا هاد الناس راه عندهم واحد الثقافه مشتركه في الذاكره ديالهم، اما العروبه اما الاسلام الى اخره. خاص ضروري يكون واحد الجسم غريب عليهم ولكن منسجم مع الغرب، حيت عنده الثقافه الغربيه. حيت اللي تيحكم دابا الصهيونيه، شوف غير العجيش ديالهم، كاين شي كماره سميتها ديال شي يهودي مغربي، ما كاينش، تلقى واحد نادره. الاخرين كلهم من بولونيا ومن روسيا اصلهم الى اخره، الوزراء كذلك. يعني ثقافه اشكيناز الاوروبي خص يكون تمايا، حيت هو اللي يمكن دار فيه الثقه. حيت هاد الاعراب واخا نكتبوهم يعني الدويلات عندهم واحد الذاكره مشتركه يمكن تجمعهم. اذا جابوا هذا الكيان الغريب يعني في المنطقه. اذا انت تشوفوا بانه الكيان الغاصب هو صنيعه امبرياليه. هنا تيجي الشعار اللي دابا تنشوفوه ظهر في طوفان الاقصى، ما كانش تيظهر من قبل، حيت الشعب الفلسطيني دائما كاين الدعم ديالو. دابا الناس كلها كما كانت التوجهات ديالهم تيقولوا الصهيونيه والامبرياليه، ياك،
حيت شافوا بانه الامبرياليات الغربيه كلها مدعمه هذا الكيان. انا تنفسر لكم دابا علاش مدعمينه، حيت مصالح ماليه كبرى. اذا النضال ضد الامبرياليه والصهيونيه. دابا تنجيو نقلبوا على المطبعين. انا ديك الرجعيه ما بقيتش تنستعملها، حيت ولات عندها عده حمولات. حنا في الوقت اللي كنا صغار يعني تنقولوا الرجعيه هو نظام ديكتاتوري مستبد، يعني فين ما كانت شي مظاهره تيحرقها، فين ما كان شي مناضل هضر تيديه للحبس الى اخره. دابا ولات تخلطات عندنا الدعوه، بحال دابا ايران رجعي هذاك رجعي، المهم ولات فيها المستوى الاقتصادي والبنيه التحتيه وفيه البنيه الفوقيه. اذا انا تنحسن نخدم المطبعين، وهاد المطبعين راه ماشي رغبه منهم، لا، حيت مندمجين مع الرأسمال المالي الغربي. لامان بتروليل ديال السعوديه 950 مليار دولار، استثمار 75% في امريكا وفي اوروبا. الامارات 1200 حتى 1500 مليار دولار، نفس الشيء. الكويت 700 مليار دولار، قطر 450 مليون دولار، 450 مليار دولار. هادو كلهم شكون اللي ساهر عليهم؟ ساهر عليهم الابناك الاوروبيه والامريكيه، جي بي مورغان، روكفيلر، جولدمان ساكس. هادو هما اللي تيروجوا هاد الاموال ديال هادو. وهاد الابناك عندهم علاقه مباشره مع الكيان الصهيوني لانتاج العتاد الحربي المتطور، لانتاج التكنولوجيا الدقيقه، لانتاج المسائل المتعلقه بالزراعه. تعرفوا بانه راه كاين شركات كبرى، مونساتو باغ اكزومبل ولا باير، اللي مسيطر على لو باتريمون جينيتيك مونديال دي سومونس. يعني استثمارات كبيره في اسرائيل حيت يعملوا في هذا الشيء، وهذا الراس مال ديال هادو مندمج مع هذا الشيء. اذا هما باش يكونوا مطبعين عادي، بيان سير حنا تلقاو بحال هادو اللي عندنا لا كيحنكوا تيقلب على 1 المليون تشيطلو، حيت الامارات عندها 30 مليار استثمارات هنا في المغرب، في البنيه وفي هادي وفي الاوتيلات والمحميات، راه تعطى لها البلاد كامله. ولكن باش نكونوا واعيين بانه هاد المطبعين يعني ماشي نقولوا راه ماشي مسلمين، راه ماشي عرب، راه ماشي، لا، راه مئات الملايير الدولارات اللي تيكسبوها ما يمكن يمشيو غير عند اللي عندهم بحالها ويستثمر لهم ويفيكتي فيها، ما تيبقاش يعقل عليك انت. اذا شفتوا دابا ضفنا بانه هاد الطوفان الاقصى ديال 7 اكتوبر، هاد النضال الجري ديال الشعب الفلسطيني، رجع الذاكره ديالنا بانه راه النضال راه معقد، ونضال يعني عويص. شحال 3 دقائق سالاو صافي، نزيد دقيقه. اذا راه كبير. اذا ملي كان جورج حباش تيقول الا بغيتوا تناضلوا من اجل فلسطين غيروا الانظمه في بلادكم، راه هذا هو لو ريزيمي ديال هذيك النضال ضد الامبرياليه والصهيونيه والمطبعين. وتحيه. شكرا رفيق الحسين عليك على العرض ديالو القيم والتاريخي والاقتصادي والسياسي والمفاهيمي، اللي كان صراحه معنق ومفيد جدا. طبعا مازال المجال من اجل
تبادل وجهات نظر في العرض. دابا غادي ندوزو للنقطه الخارجيه اللي غتكلم لنا مقترح اخر هو المقاربه الحقوقيه للقضيه الفلسطينيه والذهاب ديالنا في المجال الحقوقي. فتتفضل رفيق الشورى. شكرا رفيق، وشكرا للرفاق والرفيقات في فرع الرباط الشبيبه. طلب مني في حق أن نتناول شنو المهام ديالنا في المجال الحقوقي فيما يخص المساله ديال الدعم للقضيه الفلسطينيه والنضال الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه. ولكن باش نتكلموا على هذه المساله هذه ضروري نتناولوا شويه الجانب القانوني، ولو ان هذه المداخله طبعا ماشي هي تقديم درس في القانون الدولي ولا القانون الدولي الانساني، بل هي مداخله من منطلق التجربه النضاليه في مجال في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وغيرها من الاطارات، وغيتم بالتاكيد ربما من خلال التفاعل ومن خلال النقاش تقديم تجارب اخرى، تقديم مقاربات اخرى باش نغنيو المعارف ديالنا بشكل تفاعلي وبشكل مشترك، ونبنيو بشكل جماعي واحد التصور ديالنا شنو اللي كتقتضيه منا او كيطلبوا من الحزب ديالنا باش نقوموا به من التزام وانخراط ونضال متواصل لدعم الشعب الفلسطيني في الكفاح ديالو ضد الصهيونيه والامبرياليه. اذا نظرا ان الموضوع عنده خلفيه حقوقيه لابد من الاعتماد على المرجعيه اللي كتنطلق منها اي مقاربه حقوقيه، خاصه ملي كنتكلموا على الجمعيه فالمرجعيه المرجعيه الوحيده ديالها هي المرجعيه الكونيه لحقوق الانسان اللي كتعتمد عليها في بناء المواقف ديالها وفي تحليل القضايا وكل ما كتناولوا. اذا شي هي المرجعيه اللي كتعتمد عليها كنعتمدوا عليها من خلال تناول القضيه الفلسطينيه وشنو هي اليه الفعل النضالي اللي ممكن نقوموا به. طبعا في اي عمل حقوقي نضالي كاين مجالات معروفه للاشتغال فيها اللي هي فضح الخروقات والتوثيق ديالها والتعريف بها، هي الضغط من اجل الرفع وجعل حد لهذه الخروقات هذه، ايضا النضال من اجل عدم افلات المرتكبين ديال هذه الخروقات من العقاب، وكذلك انصاف الضحايا، النضال من اجل انصاف ضحايا هذه الخروقات، ووضع كذلك التدابير الضروريه والكفيله بجعل حد او ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. هذه تقريبا مقاربه ديال النضال ضد الانتهاكات حقوق الانسان وضد كل ما كيمس يعني حقوق الانسان بشكل عام. اذا فضح هذه الخروقات كيتم بناء على معايير وقوانين والتزامات ديال الدول والحكومات والمنظمات الدوليه بشكل عام والجماعات والكيانات الى غير ذلك. في القضيه الفلسطينيه باعتبارها قضيه احتلال واحلال كما قال الرفيق فعلا، فالمرجعيه اللي كيتم الاعتماد عليها بالاساس هي القانون الدولي الانساني، واساسا اتفاقيه جنيف الاربعه، وخاصه منها الاتفاقيه الرابعه اللي كتهم المساله ديال حمايه المدنيين في زمن النزاع في زمن الحروب. طبعا ما كاينش فقط القانون الدولي الانساني، كاين القانون الدولي لحقوق الانسان اللي يكمل الثغرات اللي كاينه في هذا القانون الدولي الانساني فيما يخص الوضعيه ديال المدنيين تحت الاحتلال وتحت الحرب والاعتداءات المسلحه اللي كيقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. كاين كذلك هذا القانون ديال الدولي لحقوق الانسان، وبالاساس واكيد كلكم طلعتوا على العهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، اللي بجوجهم اول ماده فيهم كتكلم على حق الشعوب في تقرير مصيرها. اذا هذا المبدا الاول والاساسي اللي كنبنيو عليه التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني والمطالبه ديالنا برفع الاحتلال ضده، لانه كاين هناك حق مهم واساسي واول حق من الحقوق اللي طرحتها الشرعيه الدوليه. الشرعيه الدوليه هي الاعلان والعهدين الدوليين، هي مساله ديال حق الشعوب في تقرير مصيرها. اذا هذا حق اساسي ومنتهك، اذا عندنا هذا الاساس اولا، ولكن كاين تفاصيل اخرى طبعا في القانون الدولي الانساني اللي كما قلت هي اتفاقيات ومعاهدات كتنظم العلاقات بين الحروب والنزاعات، والهدف ديالها هي تقييد الوسائل اللي كتستعمل في هذه الحروب هذا والتحكم في التصرف ديال الدول والجيوش ديالها ابان هذه النزاعات والحروب، او ما يسمى وخا هذا المصطلح لما كنطلقش عليه بزاف انسنه الحروب، يعني ان الحروب ما يكونش المدنيين ضحايا ديالها، لانه ما يمكنش نحبسوا الحروب في الوقت فاش دارت هذه الاتفاقيات وهذه القوانين طرحت، لان يعتبر انهم ما يمكنش نجعلوا حد الحروب، ولكن خاص نضغطوا على الدول والجيوش ديالها باش ما تمارسش انتهاكات جسيمه ضد
المدنيين ابان الحروب. الاتفاقيه ديال جنيف الرابعه، الاتفاقيات ديال جنيف اللي كانت 1946 الاتفاقيه الرابعه جات من بعد الحرب العالميه الثانيه، والسياق ديالها هو ان اوروبا عرفت فضاعات من بعد الحربين العالميتين الاولى والثانيه، وبالتالي الدول الاوروبيه بحثت على اليات باش تجنب نفسها انه تعاود تسقط هذا النوع ديال الفضاعات اللي عشتها في ذاك الوقت. اذا الاتفاقيات بربعه هي الاولى كتتكلم على حمايه الجنود في البر، يعني الضمان ديال الخدمات الطبيه والدينيه وغيرها. الاتفاقيه الثانيه كتكلم على حمايه الجرحى والمرضى والغرقى في الحروب اللي كتتم في البحر. والاتفاقيه الثالثه كتكلم على حمايه الاسرى ديال الحرب. والرابعه هي حمايه السكان المدنيين اثناء النزاعات المسلحه، وعندها واحد البروتوكول اختياري ديال 1977 وكتسري على هذه الاتفاقيه على النزاعات سواء الدوليه او النزاعات اللي كتكون محليه. اذا هذا الشيء علاش كنقولوا دائما الاتفاقيه الرابعه هي اللي كنعتمدوا عليها بزاف، لان كتهم الحمايه المدنيين، وهذا الشيء اليوم اللي واقع. وغنجي لمساله الاباده الجماعيه وشنو هي وكيفاش وعلاش اليوم كنتكلموا على الاباده الجماعيه. كتعتمد هذه الاتفاقيات على مبادئ اساسيه اللي هي اولا مبدا الانسانيه، كما قلت قبيله ما يسمى بانسانه الحروب، يعني فرض قيود وشروط على الاساليب التي تستعمل للحد من البشاعه ديال الحروب والفظاعات اللي كتمارس ابان هذه الحروب. ايضا مبدا التمييز، عاده نحن الحقوقيين كنعرفوا مبدا عدم التمييز هو اللي كنسمعوه بزاف، ولكن في هذه الاتفاقيات كاين مبدا التمييز، يعني ضروره التمييز بين الممارسين يعني المحاربين والمدنيين، وكذلك التمييز بين الاهداف العسكريه والمناطق المدنيه. اذا المفروض على اي حرب اي جيش اي دوله انها فاش كتكون في حرب انها تلتزم بهذه المبادئ. كذلك مبدا الضروره العسكريه، حتى الاهداف العسكريه ما يمكن تضربهم حتى يكون فعلا يعني الاستهداف ديالهم عنده اساس مشروع واساس ضروري. كذلك مبدا التناسب والامتناع عن ضرب اهداف عسكريه ولو تكون مهمه واساسيه، اذا كان هذاك الضرب ديال الهدف العسكري غينتج عليه فظاعات وانتهاكات ديال المدنيين وقتل مدنيين. كنلاحظوا بان هنايا هذه المساله ديال الضروره والتناسب راه نفس المبادئ اللي تستعمل في الاليات في المبادئ ديال الامم المتحده اللي كتهم استعمال القوى العموميه حتى داخل المدن، يعني عند فض التظاهرات والمظاهرات والتجمعات هناك مبادئ خص تلتزم بها القوى العموميه في هذا المجال. اذا استعمال ما يسمى بالقوه المشروعه، يعني ان حق الجهه اللي عندها الحق انها تستعمل القوه خاص تكون مضبوطه، هذه القوه تكون مقيده وتحترم هذه القيود اللي كتفرضها عليها القوانين الدوليه. اذا تطبيق هذه المبادئ في سياق الاحتلال كيحظر يعني هذا القانون الدولي الانساني ما يلي: ان يتم الاستيلاء على الاراضي، يعني الدوله اللي كتمارس الاحتلال تدبر شؤون سكان الارض المحتله ولا تتصرف في اراضيها او ممتلكاتها او ثرواتها. يعني هاد السكان كيبقى عندهم حقوق ولو تحت الاحتلال. السلطه القائمه بالاحتلال لا تملك الحق على السياده رغم وجودها كقوه محتله في ارض معينه. يبقى دائما الشعب صاحب الارض هو صاحب السياده، هو اللي عنده الحق في كل ما كيمس او كيهم ممتلكات الموارد كل الثروات الى غير ذلك. هناك كذلك التزامات تجاه السكان: حمايه المدنيين، احترام القانون الدولي لحقوق الانسان، لان الاستناد الى القانون الدولي الانساني لا يعفي من ضروره الالتزام كذلك باحترام كافه الحقوق اللي قلت قبيله ديال حقوق الانسان، انه خاص تكون حريه التعبير، حريه التجمع، حريه كل الامور الاخرى اللي كتهم الحقوق، يعني الحق في التعليم، الحق في الصحه، كل هذه الحقوق يعني ملزمه قوه الاحتلال لتوفيرها. شنو هي الانتهاكات اذا اللي كيمارسها الكيان الصهيوني القانون الدولي الانساني؟ يعني ماشي صعيب الواحد يعرف هذه الانتهاكات كلها، ولكن ما دمنا في نقاش مزيان انه نذكروا بها. طبعا الاستيلاء على الاراضي، قرارات عسكريه لمجموع القرارات العسكريه اللي خرجت كتوصل 18000 صفحه. يعني كل هذه القرارات العسكريه هي الوسائل، هي الاليات باش يعني الكيان الصهيوني يمارس ابشع انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في اراضيه، في احيائه، في مجال ديال الحياه اليوميه ديالو. هذا الشيء من 1997، لان القانون الدولي طبعا حنا كنعتبروا بان الاستعمار والاحتلال بدا من 1948 بشكل مباشر. القانون الدولي كيعتبر بان 1967 عاد يتكلموا على الاراضي المحتله، حنا كنعتبر بان ما نتكلم عليه ينطبق على جميع الاراضي، ولو ان هناك طبعا اختلاف في اشكال الممارسه ديال التمييز. هذا نقاش اخر. كاين كذلك الاستيطان اللي
كيحظروا القانون الدولي الانساني على القوى المحتله انها تنقل سكان من منطقه الى منطقه اللي كتحتلها، وهادشي اللي تكلم عليه الرفيق العناس، ديك الهجره والتهجير اللي تمات خلال سنوات وسنوات، اللي توفروا لها اموال طائله، وحكامنا كذلك ساهموا فيها بواحد الشكل كبير الى غير ذلك. دونك هذه المساله ديال الاستيطان هي جريمه كيحظرها الممارسه ديالها القانون الدولي الانساني. كذلك ما عرف بجدار الضم او جدار العازل اللي خرج قرار ديال محكمه العدل الدوليه اللي كتعتبر جدار عنصري، وبالتالي هذا بحد ذاته يعني ممارسه من الممارسات اللي كتنتهك هذه القوانين الدوليه. كذلك مصادرات الممتلكات والتدمير ديالها، خاصه الماده 55 من لائحه لاهاي، لان بالاضافه لاتفاقيه جنيف كاين واحد مجموعه ديال القانون العرفي اللي كتسمى لائحه لاهاي اللي خرج في 1907. كذلك النقل والترحيل القسري، اي تهجير السكان الاصليين ديال المنطقه اللي فيها الاحتلال الى اماكن اخرى، وهذا الشيء اليوم اللي كنشوفوه طبعا هو تمارس منذ البدايه، داكشي باش كنعرفوا بان كاين قضيه اللاجئين وحق العوده الى غير ذلك، كله مرتبط بما مورس من تهجير السكان من الاراضي ديالهم من القرى ديالهم لمناطق اخرى. كذلك العقاب الجماعي، حصار غزه اللي تم عليها لمده سنوات، وجدار الضم ايضا اللي تكلمت عليه، هي اشكال ديال العقاب الجماعي اللي كتحضروا الماده 33 من اتفاقيه جنيف الرابعه، وكتحضر حتى التهديد به، ماشي فقط الممارسه ديالو، حتى التهديد بالعقاب الجماعي يعتبر جريمه في اطار هذا القانون. كذلك هدم المنازل، وكنعرفوا بان عشرات الالاف ديال المنازل هدمت دون اي ضروره عسكريه، لان القانون كيقول الا كانت شي ضروره عسكريه تاع شي منطقه ممكن، ولكن بدون اي ضروره عسكريه حتى بهذه المنطقه هذا ديال هذا القانون. هنا كذلك اذا هذا الشيء يعتبر جرائم حرب حتى حسب اتفاقيه روما، لان اتفاقيه روما ديال المحكمه الجنائيه الدوليه غتجي في 1998 غتزيد تدقق في بعض هذه الجرائم هذو، غتضيف لهم جرائم اخرى وغادي ربما الا وصلنا نتكلموا عليها فيما بعد. كاين كذلك النهب اللي كيتمارس، يعني كيسمع هذه القوانين ان يمارس النهب من طرف الاحتلال او اي استغلال للموارد والاراضي يعني بشكل لا يوجه نفعه الى اصحاب الارض، الى الشعب الاصلي اللي هو محتل الارض ديالو. وهنا كان شفنا حتى القرار ديال المحكمه الاوروبيه فيما يخص الصحراء، راه نفس المنطق اللي تمارس في هذا ولا اللي اتخذ بعين الاعتبار في هذا القرار. كاين كذلك مصادره الاراضي لخدمه المشروع الاستعماري، اي انه مثلا تمكين الشركات الاجنبيه من تراخيص استغلال ثروات ديال هذا الشعب هذا المحتل، وهذا الشيء شفناه يعني كاين العديد من الشركات الدوليه اللي كتستافد من المستوطنات والاراضي، يعني كل ما كتنتجوا المستوطنات، وهذا اللي جعل يعني حركه BDS دارت واحد العمل جبار على مستوى عالمي اللي جعلت ان العديد من الشركات، شركات بنكيه، شركات انتاجيه، انها تخرج من الاراضي المحتله خوفا من التهمه او انها تتابع في يوم ما بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه بسبب هذه القوانين اللي كتمنع استثمار او استعمال الموارد والثروات ديال الشعوب تحت الاحتلال. كذلك مصادره الاراضي لخدمه المشروع الاستعماري، وكيف ما قلت تمكين شركات من هذه المساله هذه، وهذه الجريمه تعتبر جريمه حرب كيعاقب عليها ماشي فقط يعني الكيان المحتل، حتى الشركه المعنيه، وكذلك كل المستخدمين والناس اللي ساهموا في هذه العمليه ديال استغلال هذه الثروات واستغلال هذه الأراضي. وهادو كل اتفاقيات كتجمع على هذه المسألة هذه، اتفاق محكمة لاهاي، اتفاقية جنيف، الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، يعني اتفاقية روما إلى غير ذلك، كلهم يعني يجمعون على هذا اعتبار هذه جريمة حرب. ثم هناك انتهاك حقوق الأسرى، العديد من الجرائم ترتكب ضد الأسرى، إبعاد على الأهالي ديالهم، كاين 18 سجن في الأراضي المحتلة، 17 منها في أراضي 48، يعني الأغلبية الساحقة الأسرى مبعدين على الأهالي ديالهم، الحق في الصحة وفي التغذية وفي العلاج. الاعتقال الإداري هذه مسألة يعني هو اختطاف واحتجاز لا قانوني يمارس على الشعب الفلسطيني. آلاف الفلسطينيين غير من 1967 ما عندهمش حق يطلعوا على التهم اللي موجهه لهم، ما عارفينش التهم، ما عندهمش حق في محامين، ما عندهمش حق في محاكمة، وما عارفين شنو هي المده اللي غيقضيوها في السجن. هما محطوطين في السجن باسم اعتقال اداري بدون اجل، بدون حكم، بدون اي حاجه، وهذا يعني جريمه كذلك ضد الانسانيه. الكيان الصهيوني اليوم متهم بارتكاب كذلك جريمه الاباده الجماعيه، وهنا غادي نتكلموا شنو هي الاباده الجماعيه. اول من استعمل هذا المصطلح ديال الاباده الجماعيه هو خبير قانوني بولوني اللي سميتو
رافائيل ليمكين اللي كان تكلم عليها من بعد، هو يهودي تكلم عليها من بعد محارق يعني النازيه ضد اليهود، هو اللي جبد هذا المصطلح ديال الاباده اللي كتكون من جينوس وسيد يعني العرق والقتل. وكان في واحد الكتاب انا ما شفتش في حق الكتاب ولكن قرأت عليه شنو هو سميتو حكم المحور في اوروبا المحتله اللي جا من بعد الحرب العالميه الثانيه. اذا شنو هي هذه الجريمه حسب القانون الدولي الانساني؟ جريمه الاباده كتكتمل جريمه الاباده الا كاين هاد الشروط، انه تكون كتوجه لواحد الجماعه وتم القتل ديال الاعضاء ديالها، اعضاء الجماعه هذه يتم استهدافهم بجرائم القتل او الحاق بها ضرر جسدي او نفسي خطير. يمكن ما يكونش قتل ويكون استهداف بالحاق اذى جسدي ونفسي خطير، او اخضاعها لظروف معيشيه يراد بها تدميرها المادي جزئيا او كليا. يقدر ما يكونش القتل مباشر ولكن لا تفرضت عليها شي ظروف معيشيه اللي ما تقدرش تستمر في الحياه، هذيك تعتبر يعني كذلك يعني احدى مكونات جريمه الاباده الجماعيه. كذلك فرض تدابير او اجراءات اللي كتستهدف يعني عدم انجاب الاطفال، اما بتعقيم او بالقتل ديال النساء الحوامل او فرض الاجهاض عليهم او اي اشكال اللي كتؤدي او شروط صعبه للولاده، الشيء اللي كيجعل انه الاطفال يموتوا، او ما وقع في الارض في غزه فاش تم يعني حرمان المستشفى من الكهرباء، الشيء اللي جعل كوفوز ديال الاطفال الخداج كلهم يموتوا بسبب ما وقع. اذا هذا الشيء كله يعتبر مكونات ديال الجريمه ديال الاباده الجماعيه. كذلك نقل الاطفال هذه المجموعه المستهدفه باباده جماعيه من المنطقه ديالهم الى مناطق اخرى، الى الجماعه عند جماعات اخرى، هذه كلها مكونات ديال الاباده الجماعيه. ماشي بالضروره يكونوا كلهم، يقدروا يكونوا غير بعض هذه الممارسات وتكتمل جريمه الاباده الجماعيه. اذا الاتفاقيه ديال منع الاباده الجماعيه والعقاب عليها اللي جات في 1948 وكنظن صدق عليها دابا شي 149 دوله ولا اكثر، هي اللي كتحدد يعني هاد جرائم الحرب وشنو هي المضامين ديالها. وجريمه الاباده الجماعيه يمكن ان تكون، هذا هو الفرق بينها وبين جرائم الحرب، ان تكون في مرحله سلم او في مرحله حرب. ماشي بالضروري تكون حرب باش تكون الاباده الجماعيه، ممكن تكون مرحله سلم ويتم وترتكب هذه الجريمه. اول حكم صدر يعني بعد ما خرجت هذه الاتفاقيه بموجبها كان في 1998 اللي كان على ما بعد الاحداث ديال رواندا، يعني الاباده الجماعيه اللي وقعت في رواندا. في هذا وكتقول الاتفاقيه بان المرتكبين جرائم الاباده الجماعيه خصهم يتحاكموا في محكمه مختصه في البلد ديالهم اللي مارسوا فيها الاباده الجماعيه، او في مكان الاباده الجماعيه اللي ما كانش في البلاد ديالهم، او في محكمه دوليه تشكل لهذا الغرض. وهنا شفنا اشهر المحاكمات ديال الاباده الجماعيه اللي كانوا هي ديال النازيه، يعني نورنبرغ اللي تحاكموا فيها المسؤولين النازيين. كانت المحكمه الدوليه يوغوسلافيا سنه 1993 اللي شكلها مجلس الامن ديال لونو. المهم المواقف السياسيه طبعا ممكن نحلوا هذا الشيء كامل ونوقفوا عليه ولكن ما عندناش الوقت. المحكمه الجنائيه لرواندا اللي شرت لها قبيله 1994 اللي كان تحكموا فيها المسؤولين الروانديين اللي كانوا وراء الاباده ديال الهوتو، يعني ضد التوتسي وحتى ضد المكونات ديال الهوتو اللي كانوا متضامنين مع التوتسي، يعني كانت اباده ضد التوتسي والمتضامن معهم. كتقول يعني العديد من الناس اللي كيتكلموا على هذه الاتفاقيه ديال الاباده ديال الحمايه من الاباده الجماعيه او منع وقوع الاباده الجماعيه، ان اكبر شيء معقد في هذه المساله ديال جريمه الاباده هو اثبات النيه، اي القصد. وهنا النقاشات اللي كانت بزاف في وقت ديال محكمه العدل الدوليه مؤخرا والتقارير اللي خرجوا عليها، هو هل هناك نيه؟ لان الجواب طبعا حتى شي جيش مرتكب الاباده الجماعيه ما كيقول انا غادي نرتكب الاباده الجماعيه ضد هذا الشعب هذا، بالعكس كيقول لك انا ما بغيتش نقتل مدنيا، انا عندي حرب، عندي ارهابيين، عندي عدو كنتحارب معاه وداك الشيء وقع ما قصدش. اذا اصعب شيء هو اثبات القصد واثبات النيه ديال الاباده ماشي فقط المواجهه والقتل. اذا
وهنا غادي الى بقى الوقت نرجعوا للتقرير اللي دارت امنيستي انترناسيونال مؤخرا اللي تكلمت فيه على الاباده. امنيستي داير كانت عندها تقارير مهمه جماعيه، يعني تقارير مهمه، يعتبر التقرير الاخر ديالها تقرير تاريخي، ولدرجه ان الفرع ديالها في الارض المحتله كيرفض، يعني التقرير ديال امنيستي انترناسيونال كيقول بان كاين جرائم ضد الانسانيه وكاين جرائم حرب، ولكن ما كانش اباده جماعيه. هذا نقاش اخر. اذا اللي سي سعيد كما قلت هو اثبات النيه ديال تدمير جماعه ما واستهداف الضحايا عمدا وليس عشوائيا، ماشي غير اخطاء وكذا، وانهم يستهدفون لانتمائهم لتلك الجماعه اللي خصها تكون كما ما قلتش قبيله. شنو هي الجماعات اللي كتستهدفهم الاباده الجماعيه؟ خص تكون انتماء عرقي او ديني او اثني او سياسي. كنظن هادو هما يعني خصها تكون في هذه المواصفات ديال هذه الجماعه المستهدفه من طرف الاباده الجماعيه. وهذا الشيء اللي اكدته اذا كيف ما قلت قبيله محكمه العدل الدوليه بعد الدعوه اللي وضعتها جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني، واللي دعمتها العديد من الدول ودعموها العديد من المحامين في العالم كله وعديد من المنظمات الدوليه. اذا فيما يخص قلت قبيله غنتكلم على التقرير اللي دارته، التقرير التاريخي ديال منظمه العفو الدوليه اللي طلب لها 9 أشهر من التحقيقات، لان ماشي ساهل باش تثبت، لان كلشي كيقول هادشي راه باين، يعني راه مصور، داكشي كلشي كيشوف الاباده الجماعيه، ولكن مع الاسف المعركه القانونيه وهي مهمه بزاف. طبعا كاين المعركه السياسيه والمعركه ديال الضغط ديال الشعوب، وهذا الشيء اللي طرا في العالم كله مسائل جد مهمه. ربما اهم ما جاء من محاسن نبغى نقولوا ديال هاد طوفان الاقصى وهاد الثوره ديال الشعب الفلسطيني، وانه غير يعني الا بغينا نقول حرر شعوب العالم والعديد من شعوب العالم من الهيمنه الايديولوجيه للحركه الصهيونيه، والناس فهمت اكثر لانه كان تحت السيطره ديال الفكر الصهيوني وديال الفكر المناهض للحقوق الشعب الفلسطيني. تمكنت يعني هذه المعركه انها تغير هذا الوضع وتجعل يعني العديد من الشعوب يغيروا موقفهم من القضيه الفلسطينيه ومن ما يسمى يعني باسرائيل الى غير ذلك. اذا هذا الشيء باش يتثبت المعركه القانونيه مهمه جدا، لانه خاص تثبت ان هناك فعلا انتهاك سافر وصارخ للقانون الدولي. اذا تمت هذه المساله هذه فعلا 9 شهور من التحقيقات وتحليل المعطيات، واعتمدت على المذكرات ديال الاعتقال اللي خرجت ضد نتنياهو غالانت من طرف سي بي اي المحكمه الجنائيه الدوليه، ومساله ديال اثبات النيه والقصد كانت عبر تصريحات ديال المسؤولين الامنيين والمسؤولين السياسيين ديال الكيان الصهيوني، لان العديد من التصريحات اللي كتدير العلاقه ما بين الفعل ديال النيه ديال الفعل والفعل، انه واحد العديد ديال التصريحات كتتكلم على حيوانات بشريه، العديد من التصريحات كتتكلم ان لا يوجد مدنيين في غزه، ان هاد الارض يجب ان لا تبقى صالحه للعيش، ان هذا الشعب هذا يجب ان يندثر. يعني هذه كلها تصريحات لمسؤولين سياسيين ومسؤولين عسكريين، وتثبتات هذا التاثير نتاع هذه المصطلحات على الممارسه اليوميه ديال الجيش اللي كان كيقتل وكيبيد الشعب الفلسطيني من خلال الممارسه ديالهم، التصريحات ديالهم، الصور اللي كياخذوا، الاعتداء ديالهم على الاطفال، الهجوم ديالهم على المستشفيات، تدمير ديال المعابد ديال المسحات الى غير ذلك. يعني هذا الشيء كله كيبان بان كانت هناك نيه لتدمير هذا الشعب والقضاء عليه ومحوه من الوجود. اذا تثبتت جريمه ديال الاباده الجماعيه. اذا شنو هي المهام ديالنا؟ كاين بزاف الامور اخرى فيما يخص التقرار، ولكن مزيان اللي كيهتم بالموضوع انه يرجع ليه، لانه فيه مسائل جد مهمه، خاصه ان منظمه مثل منظمه العفو الدوليه يعني انها توصل هذه الخلاصات دي عندها تاثير قوي، عندها مصداقيه حتى عند الدول الغربيه الى غير ذلك، الشيء اللي كيجعل يعني المعركه القانونيه تتقدم. المهام ديالنا فيما يخص اذا المهام ديالنا اولا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي هي فين كنناضلوا حنا كمناضلين ومناضلات ديال النهج الديمقراطي العمالي، كنعتبروا بان الحركه الصهيونيه حركه عنصريه استيطانيه وعدوانيه، وهذا مسجل في الميثاق في الديباجه ديال القانون الاساسي ديالنا، ماشي من الاول، ولكن هذه شي 20 سنه باش قررت الجمعيه ان تعلن هذا الموقف ديالها بشكل واضح في قانونها الاساسي
باش تبين يعني تعطي واحد التوجيه لكل الفروع ديالها ان المساله ديال القضيه الفلسطينيه هي احدى القضايا الحقوقيه اللي خصنا دائما نوضعوها امامنا وفي الاولويات ديالنا. اذا التعبير عن الموقف باستمرار، يعني هذا الموقف ديالنا من الحركه الصهيونيه والدعم ديالنا للشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه خص يكون واحد العمل يومي ديالنا، وخاصه في هذه المرحله اللي الشعب الفلسطيني كيخوض فيه واحد المعركه مصيريه، واحد المنعطف اليوم كتعيش القضيه الفلسطينيه جد صعب. ايضا فضح الخروقات في اطار الشبكات الدوليه اللي كنتموا ليها، كنعملوا في الفيداش، وكنظن رفيق عزيز لعب واحد الدور مهم، خاصه انه هو عنده علاقه مع واحد العديد مع القضيه الفلسطينيه بحكم تواجده وحضوره في واحد العديد ديال المهام في لبنان وغيرها، وعنده عنده دور مهم في هذا الشيء. كذلك في الروماد، حنا شبكه الروماد كنشتغلوا فيها خاص العمل في هذا الجانب ديال الدعم ديال القضيه الفلسطينيه. هناك الحركه الدوليه لحقوق الانسان والشعوب اللي عاد شكلات، واللي الرفيق ديالنا كميه كنظن هو نائب الرئيس ولا عضو في القياده ديالها. اذا كاين هاد شبكات اخرى متعدده اللي خصنا نعملوا على اساس ان القضيه الفلسطينيه تكون قضيه دائما يعني من ضمن الاولويات، ودعم الشعب الفلسطيني يكون ضمن الاولويات. على مستوى محلي عندنا مهام كثيره، وخاصه قال الرفيق العنايس وقالوها يعني المناضلين الفلسطينيين سابقا، ان نضالنا ودعمنا القضيه الفلسطينيه يمر عبر النضال ضد الاستبداد وضد الحكم المستبد اللي كنعيشوا اللي عندنا، وخاصه انه اليوم يعني في هذه السنوات الاخيره خطا خطوات يعني خيانيه اكثر وعلنيه، لانه كانت الخطوات الخيانيه ديما كاينه، ولكن دابا علنيه ديال الاقدام على اتفاقات ديال التطبيع المشكومه اللي تمات. وبالتالي من المهام ديالنا فضح التطبيع باعتباره مشاركه في جرائم الاحتلال، وهذا الشيء القانون الدولي كيقولوا. اذا كانت اسبانيا اليوم كترفض ان الموانئ ديالها يوصلوا لها البواخر الاسرائيليه، فلان عارفه بان ماشي فقط يعني ربما تضامن مع فلسطين، ولكن لان عارفه بان بحال هذه القرارات وبحال هذه الخطوات تجعلها شريكه من الناحيه القانونيه في جريمه الاباده الجماعيه. وبالتالي الى هذا الشيء استمر يعني بلادنا ستصبح او اصبحت شريكه في هذه جريمه الاباده الجماعيه. كذلك الضغط من اجل اسقاط التطبيع، يعني هذا الشعار ديال اسقاط التطبيع خصو يكون احدى النقط الاساسيه في نضالنا الحقوقي باستمرار في اي وقت وفي كل مكان. كذلك مواجهه كل اشكال الاختراق الصهيوني خاصه في الاوساط الشعبيه من خلال التعليم والاعلام الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي. وهذا يعني التطبيع الشعبي اصبح خطير جدا، لان هناك مخططات خطيره للتطبيع التربوي لتغيير تاريخ فلسطين، لتغيير يعني العقليه ديال الاجيال القديمه، باغيين يمحيو فيها القضيه الفلسطينيه ويمحيو فيها نهائيا اي شيء من الشيء اللي كنعرفوه ديال التضامن التاريخي ديال الشعب ديالنا مع القضيه الفلسطينيه. كذلك النضال في القطاع الطلابي ضد التطبيع الاكاديمي، وهنا يعني ربما تفاجئنا بما قاموا به الطلبه في الجامعه ديال سلاد، الجامعه الدوليه، يعني واحد التحرك مهم جدا من هذا الشيء اللي بون سوربريز ونا غير سوربريز، انه الطلبه في هذه الجامعات يكون عندهم واحد الدور كبير في مناهضه التطبيع الاكاديمي. غادي نزرب باقي ما بقاش الوقت. كذلك النضال او التوعيه بمخاطر التطبيع على بلادنا. فاش كنناهضوا التطبيع ما كنناهضوش فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بل نناهضه لانه خطر على بلادنا ويشكل يعني خطر على الاستقرار ديال بلادنا والاستقرار ديال المنطقه ديالنا ككل. كذلك تعزيز معركه المقاطعه، لا زالت معركه المقاطعه في البلاد ديالنا ضعيفه بزاف، اضافه الى انها احيانا حتى في حياه ديالنا اليوميه ما كنمارسوش المقاطعه، ندعو اليها ولكن كتلقى في بعض المرات ما كاينش هذا الاقتناع الحقيقي بالمقاطعه وممارسته في الحياه اليوميه. تقويه اليات النضال الموجوده، غنزرب الجبهه المغربيه لدعم الشعب الفلسطيني ومناهضه التطبيع، جبهه اساسيه ومهمه خصنا ندعموها. الشبكه المغربيه الديمقراطيه للتضامن مع الشعوب، كذلك الحضور القوي في كل التظاهرات مع الاسف راه المناضلين ديالنا وخاص واللي صار بشكل عام يعني كيكون واحد الحضور باهت. كنتكلم على الرباط، ما عرفتش المدن الاخرى كيفاش دايره، واحد الحضور باهت في الوقفات وفي التظاهرات. كذلك الدعم المادي للمقاومه كل ما كان ذلك ممكنا، سواء الشعب الفلسطيني في فلسطين او ابناء الفلسطينيين المتواجدين في المغرب اللي الاباء والامهات ديالهم توفوا
سميتو اليوم هما كيعيشوا واحد الاوضاع صعبه، وكاين الناس اللي كالفين بهم، دونك مزيان يكون واحد الدعم كذلك لهم. شكرا، ما كاينش لك باش نفصل الامور الاخرى. شكرا. شكرا دقيقة خديجة على العرض القيم ديالها اللي تناول كيف ما شفتوا مختلف الزوايا ديال الموضوع، من الناحية القانونية ومن الناحية الحقوقية ومن الناحية السياسية ومن ناحية المهام. وكنشكروا ايضا الناس اللي تبعونا في البث المباشر، وكنشكركم ايضا على الاستمرار معنا الى غاية الان. دابا غادي ننتقلوا للجزء الثاني ديال النقاش.